الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. عباد الله، أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله سبحانه وتعالى. قال الله تعالى: ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. وقال ربنا جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. ومعنى تقوى الله جل وعلا امتثال أوامر الله واجتناب نواهيه ابتغاء الأجر من الله سبحانه وتعالى. فمن حقق ذلك فقد حقق تقوى الله جل وعلا، فهو امتثال المأمور واجتناب المحظور والصبر على المقدور والاستغفار من الذنوب والمعاصي. فمن حقق ذلك فقد حقق تقوى الله جل وعلا. فكن مبادرا أيها المسلم في طاعة الله مبتعدا عن معصية الله. إن الله سبحانه وتعالى وعد المؤمنين الذين يعملون الصالحات بالدرجات العلى والنعيم المقيم والجنان والرضوان. فكل الوعود في القرآن لمن حقق الإيمان والعمل الصالح وتقرب إلى الله عز وجل بالقربات وكان مسارعا في فعل الخيرات. إن الله عز وجل يقيد في آيات كثيرة الإيمان بالعمل الصالح، فإن من عمل صالحا مع إيمانه فهو الذي وعده الله جل وعلا بالدرجات ووعده بالجنان ووعده بالإكرام والرضوان. فكن مسارعا بالأعمال الصالحة في جميع عمرك أيها المسلم، ولا سيما في هذه العشر المباركة التي من الله علينا بإدراكها. أكرمنا الله جل وعلا بإدراك هذه العشر الأول من ذي الحجة، وهي أفضل أيام السنة. العشر الأول من ذي الحجة أيام مباركة، والأعمال الصالحة فيها مضاعفة بأجور عظيمة. فإذا كان الله عز وجل قد أكرم المسلمين بأن الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة، ويضاعف الله لمن شاء ما شاء على حسب ما يقوم في القلوب من الإخلاص وما يقوم في القلوب من المحبة والخضوع والضراعة والنية الصالحة وحضور القلب في الأعمال. تتفاوت الأعمال عند الله جل وعلا بتفاوت ما يقوم في القلوب من الخضوع والخشوع والضراعة والعمل القلبي الذي يصحب الأعمال في الجوارح. فإذا كانت هذه المضاعفة في غير هذه الأيام، فكيف بهذه الأيام؟ تصل المضاعفة في الأجور إلى حدود لا يعلمها إلا الله جل وعلا، أجور عظيمة. روى البخاري في صحيحه عن عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما العمل في أيام أفضل منها في هذه الأيام؟ يعني أيام العشر من ذي الحجة. قالوا: يا رسول الله، ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجلا خرج يخاطر بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء، إلا هذا الرجل الذي استشهد في سبيل الله. وإلا فالأعمال في هذه الأيام أفضل من الجهاد في سبيل الله. إنها لكرامة، إنها لمواسم عظيمة يسخرها الله جل وعلا للمؤمنين، يسارعون في الخيرات ويستبقون في الخيرات. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. وسابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض أعدت للذين آمنوا بالله ورسوله ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. فالمسارعة المسارعة والاستباق الاستباق
وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. إن التنافس في أمور الآخرة في مثل هذه المواسم يتقرب الإنسان بجميع القربات فرضها ونفلها، والله سبحانه وتعالى قد جعل القربات وجعل الأعمال الصالحة درجات عظيمة للمسلم وجعلها كفارات للذنوب. انظروا إلى فرضية الصلاة، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول كما في صحيح مسلم: ما من امرئ مسلم تحضره صلاة مكتوبة فيحسن وضوءها وخشوعها وركوعها إلا كانت كفارة لما قبلها من الذنوب ما لم يأت كبيرا، وذلك الدهر كله. وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الصلوات الخمس ورمضان إلى رمضان والجمعة إلى الجمعة كفارات ما بينهن إذا اجتنبت الكبائر. قال العلماء: وإذا لم يكن له صغائر وقد كفرت خفف الله عنه من الكبائر، وقد يغفر الله له الكبائر بالأعمال الصالحة وما يحصل فيها من توبة واستغفار وإنابة ورجوع إلى الله جل وعلا. وفي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أرأيتم لو أن في باب أحدكم نهر، لو كان في باب أحدكم نهر يغتسل منه كل يوم 5 مرات هل يبقى من درنه شيء؟ قالوا: لا يا رسول الله، لا يبقى من درنه شيء. قال: فذلك الصلوات الخمس يمحو الله بهن الخطايا. فانظروا إلى هذا الفضل في فرضية الصلاة وكذلك في نفلها. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنك لن تسجد لله سجدة إلا رفعك الله بها درجة وحط عنك بها خطيئة. ففضائل عظيمة لمن تقرب إلى الله عز وجل بالنافلة بعد الفريضة. روى الإمام مسلم في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أفضل الصلاة بعد الفريضة صلاة الليل، وأفضل الصيام بعد رمضان صيام شهر الله المحرم. وهكذا أيضا صلاة الضحى. قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم عن أبي ذر رضي الله تعالى عنه قال صلى الله عليه وسلم: على كل سلامة من أحدكم صدقة، فكل تسبيحة صدقة، وكل تحميدة صدقة، وكل تكبيرة صدقة، وأمر بالمعروف صدقة، ونهي عن المنكر صدقة، ويجزء من ذلك ركعتان يركعهما من الضحى. فضائل الأعمال كثيرة. إذا نظرت إلى الصلاة كم يستفيد الإنسان من هذه العبادة العظيمة التي تشرح الصدور، ويجد الإنسان فيها من الخشوع والضراعة ما لا يعلمه إلا الله، ولكن ذلك لمن أحضر قلبه وانطرح بين يدي ربه، وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. قال جبريل للنبي صلى الله عليه وسلم: ما الإحسان؟ قال: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. أحضر قلبك أيها المسلم في عبادة الصلاة وفي جميع عباداتك، ليكن المسلم متقربا إلى ربه جل وعلا في هذه العشر بجميع القربات من الفرائض والنوافل. هكذا أيضا ليكن لك نصيب من الصيام في هذه العشر المباركة وفي سائر العام، ليكن المسلم متقربا إلى الله جل وعلا بالصيام. فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لأبي أمامة رضي الله عنه وقد استنصحه بعمل يقربه إلى الله، قال: عليك بالصوم فإنه لا مثل له. رواه الإمام أحمد عن أبي أمامة رضي الله عنه. وفي مسند الإمام أحمد عن عثمان بن أبي العاص رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الصيام جنة من النار كجنة أحدكم من القتال. فالصيام يقيك عذاب الله ويقيك النار أيها المسلم. وفي الصحيحين عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من عبد يصوم يوما في سبيل الله إلا باعد الله بذلك اليوم وجهه عن النار
70 خريفا. فليكن لك نصيب من الصيام في هذه العشر المباركة، ولا سيما صيام يوم عرفة الذي هو أفضل الصيام من النوافل. أفضل نافلة هو صيام يوم عرفة. فقد روى الإمام مسلم في صحيحه عن أبي قتادة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن صوم يوم عرفة فقال: يكفر الله به السنة الماضية والسنة الباقية فأجور عظيمة. أيها المسلم، بالقربات في هذه العشر المباركة من صلاة وصيام، وهكذا أيضا من التقرب بالصدقات. لا إله إلا الله، ما أعظم هذه العبادة، عبادة الصدقة، فإن لها أجورا عظيمة عند الله جل وعلا في سائر العام، فكيف بهذه الأيام المباركة؟ روى الإمام البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من تصدق بعدل تمرة من كسب طيب ولا يقبل الله إلا الطيب فإن الله عز وجل يتقبلها منه فيأخذها جل وعلا ويربيها له، يتقبلها بيمينه فيربيها له كما يربي أحدكم فلوة حتى تكون كالجبل أو أعظم. وفي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الساعي على الأرملة والمسكين كالمجاهد في سبيل الله، وكالصائم لا يفطر وكالقائم لا يفتر. هذا بسبب عبادة الصدقة. وقال: أنا وكافل اليتيم في الجنة كهاتين. فكيف إذا كان في مثل هذه الأيام العظيمة وفي مثل هذه الأيام المباركة يجد من الأجور ما لا يعلمه إلا الله. والصدقة تظل صاحبها يوم القيامة في ذلك اليوم العصيب التي تدنو منه الشمس حتى تكون كمقدار ميل، ويجد الناس من الغم والكرب ما لا يطيقون ولا يحتملون. والمتصدق في ظل صدقته كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: 7 يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. وذكر منهم رجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، كناية عن شدة إخفائها من الناس لتكون خالصة لوجه الله جل وعلا. وروى الإمام أحمد عن عقبة بن عامر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل امرئ في ظل صدقته يوم القيامة حتى يقضى بين الناس. في ذلك اليوم العصيب يظل الله هؤلاء الأصناف من الناس: عباده المتقين المتقربين لمولاهم، المتصدقين والصائمين والمتقين لله جل وعلا، يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. فليكن المسلم مسارعا في هذه الخيرات، مسارعا في هذه القربات. ألا وإن من أعظم القربات في مثل هذه الأيام المباركة الإكثار من ذكر الله جل وعلا. فقد قال الله سبحانه وتعالى: ويذكر اسم الله في أيام معلومات، وهي أيام العشر، ويذكر اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. هذه الأيام العظيمة أقسم الله بها لعظمها، فقال تعالى: والفجر وليال عشر. فالله سبحانه وتعالى أقسم بهذه الأيام لعظمها وفضيلتها. كيف وفيها يوم عرفة الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم: ما من يوم أكثر من أن يعتق الله فيه عبدا من النار من يوم عرفة. فذلك اليوم العظيم وذلك اليوم المبارك يعتق الله فيه رقابا من النار لا يعلم عددها إلا الله جل وعلا. ففضائل عظيمة في هذه العشر. فأيها المسلم أكثر من ذكر الله جل وعلا فيها،
فهي أعظم العبادات، أعظم النوافل في مثل هذه الأيام الإكثار من ذكر الله، ومن أعظم ذكر الله تلاوة القرآن، وأكثر من تسبيح والتحميد والتهليل والتكبير، ومن قولك لا حول ولا قوة إلا بالله. أكثر من ذكر الله، لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله في مثل هذه الأيام العظيمة، تجد أجورا عظيمة عند الله جل وعلا بسبب كثرة الذكر. من أفضل الأعمال في هذه الأيام العشر أن يكثر الإنسان من ذكر الله. أيها المسلم، إذا كان النبي عليه الصلاة والسلام قال من سبح الله تسبيحا فله 20 حسنة، وهكذا أيضا بكل تحميدة 20 حسنة، فكيف مع المضاعفة والحسنة ب10 أمثالها؟ فكيف مع المضاعفة في مثل هذه الأيام العظيمة؟ أجور لا يعلمها إلا الله. سارعوا أيها المسلمون في مثل هذه المواسم، سارعوا في فعل الخيرات. وهكذا أيضا لا يشغلك شاغل عن الأعمال الصالحة، لا يشغلك شاغل عن الأعمال الصالحة. اترك الشاشات واترك الجوالات، أقبل على عبادة الله، أقبل على المساجد، لازم بيوت الله جل وعلا. ومن كان ينتظر الصلاة فهو في صلاة، وانتظار الصلاة بعد الصلاة رباط في سبيل الله. وملازمة بيوت الله جل وعلا من أسباب ظل الله. 7 يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، وذكر منهم رجل قلبه معلق في المساجد. فليكن المسلم مسارعا في الأعمال الصالحة، أعاننا الله وإياكم على ذكره وشكره وحسن عبادته، والحمد لله رب العالمين. الحمد لله نحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. الحمد لله كثيرا والله أكبر كبيرا، وسبحان الله بكرة وأصيلا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. أيها المسلمون عباد الله، إن من أعظم الأعمال الصالحة في مثل هذه الأيام المباركة هو ما جعله الله من شعيرة الحج وأداء الحج الذي أوجبه الله جل وعلا. ومن كان قد أدى الفريضة فالتنفل لله جل وعلا بعبادة الحج. إن من إكرام الله أن جعل هذه الفريضة في مثل هذه الأيام العظيمة التي يتضاعف فيها الأجور. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أيها الناس إن الله قد كتب عليكم الحج فحجوا. قالوا: يا رسول الله أفي كل عام؟ قال: إن الله قد كتب عليكم الحج فحجوا. قالوا: أفي كل عام يا رسول الله؟ قال: لو قلت نعم لوجبت ولما استطعتم. الحج مرة فما زاد فهو تطوع، الحج مرة فما زاد فهو تطوع. أيها المسلمون، من كان قادرا على الحج وأعطاه الله المال فيجب عليه أن يسعى لأداء هذه الفريضة العظيمة. أيها المسلم، لا يجوز لك أن تؤخر الحج وأنت قادر على السعي إليه، لا يجوز تأخيره وأنت قادر على السعي إليه، فإنك لا تدري، ربما امتنعت وربما جاءت العوائق ولم تستطع بعد ذلك. فمن استطاع إليه سبيلا وجب عليه أن يذهب لأداء هذه الفريضة العظيمة. ولا تستثقل أيها المسلم ما تقدمه من مال، فالله يخلفك، وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. لا تستعظم ما تقدمه من المال، فهذا المال أنت تقدمه تقربا إلى الله جل وعلا، تقربا إلى مولاك جل وعلا. إن الإنسان لا يبذل الأموال الطائلة من أجل بناء بيته ومن أجل شراء سيارة، ثم يستثقل المال الذي يقدمه عبادة لله جل وعلا.
أيها المسلم قدمه بقلب راض، قدمه وأنت متقرب به إلى مولاك ترجو من الله جل وعلا الأجر والمثوبة، واعلم أن الله سيخلفه، وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. قدمت المال عبادة لله جل وعلا يضاعف الله لك الأجور، فقدمها بقلب راض متقربا إلى الله سبحانه وتعالى. عبادة الحج مكفرة للذنوب. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أتى هذا البيت فحج ولم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه، رجع كيوم ولدته أمه. فكن أيها المسلم مسارعا في هذه الخيرات، من قدر على ذلك فليحمد الله، ليحمد الله كفارة للذنوب. روى الإمام مسلم عن عمرو بن العاص رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الحج يهدم ما قبله. وقال قبل ذلك: الإسلام يهدم ما قبله، والهجرة تهدم ما قبلها، والجهاد يهدم ما قبله، أي يكفر الذنوب. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، والحج المبرور أي الذي لم يخالطه الآثام ليس له جزاء إلا الجنة. فمن كان قادرا على الحج فليكن مبادرا ولا يؤخر ذلك، فلا يجوز له. ربما نزل عليه الموت وقد صار مستطيعا فيأثم بتركه هذه العبادة العظيمة. كثير من الناس يؤخر ثم بعد ذلك ينزل عليه الموت ولم يؤدي هذه الفريضة التي افترضها الله على كل مستطيع. إن من كرامة الله أن جعل هذه العبادة في الأيام العظيمة في هذه العشر، والإنسان يتقرب إلى الله جل وعلا بهذه العبادة ملبيا نداء الله، ملبيا نداء إبراهيم عليه السلام: وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير. يلبي مجيبا نداء الله: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. عبارات عظيمة يصرخ بالتوحيد صراخا، مجيبا نداء الله، مجيبا دعاء الله، مجيبا وملبيا، فيصرخ بتوحيد الله. ويرجع من ذلك الحج كيوم ولدته أمه، يباهي الله بهم في عرفات، يقول للملائكة: انظروا إلى عبادي أتوني شعثا غبرا. فجعل الله هذه الفريضة وهذه الشعيرة في مثل هذه الأيام العظيمة. ومن أعظم العبادات التي يتقرب بها الإنسان لربه في يوم النحر هي عبادة الأضاحي، يتقرب بها في أعظم يوم من هذه العشر وأفضل يوم في هذه العشر وهو يوم النحر. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أعظم الأيام عند الله عز وجل يوم النحر، أفضل يوم من أيام السنة هو يوم النحر ويوم الأضحى، وهو خاتمة العشر المباركة، خاتمة العشر، والعمل فيه من أعظم الأجور. وكذلك جعل الله عبادة الأضاحي في هذا اليوم العظيم، يتقرب الإنسان لمولاه ولربه جل وعلا بالذبح في هذه الأيام. لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. عباد الله، ليست الأضاحي للمأكل ولا من أجل اللحوم، الأضاحي أن تتقرب لله بالذبح له، تتقرب بالذبح لمولاك. فصل لربك وانحر، قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. تتقرب لله بإزهاق الدم متقربا لمولاك جل وعلا. ومن كان على عزم أن يضحي فليمسك عن شعره وأظفاره من أول ذي الحجة، فلا يأخذ من شعره ولا من أظفاره شيئا. روى الإمام مسلم عن أم سلمة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:
إذا أراد أحدكم أن يضحي فإذا أهل هلال ذي الحجة فلا يأخذن من شعره ولا من أظفاره شيئا حتى يضحي. أسأل الله جل وعلا أن يعيننا وإياكم على ذكره وشكره وحسن عبادته. أسأل الله جل وعلا أن يجعلنا وإياكم من عباده المحسنين ومن عباده السابقين، وأن يعيننا على طاعته. اللهم اغفر لنا ذنوبنا، ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين. اللهم إنا نسألك الجنان والرضوان ونعوذ بك من سخطك والنيران. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبيه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.